السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدراري والدريات. هذا الجزء الثاني من هذه السلسلة. اللي ما تفرج في الجزء الأول اللي هو هذا رجع يتفرج باش يفهم الأحداث من الأول مزيان، واللي مستعد يلا نبدا. فين هرس الشجن د الزاج وهز من طرف ماضي هي تخلعت منه، ماشي خايفة منه ولكن حيت تفكرها في داك الشخص اللي حنا ما عارفين شكون. خونا كيسحاب راسو خلعها وهي تتفكر بداك خونا تيقول لها منين جيتو. المهم جمعات راسها وزادت القدام عنده. هو حاول يضربها ولكن ضربات ليه يدو اللي فيها الزاجة وتضررات يدو وعايرها بجملة تمالت تستطيع مالا هي ما كانش من العاكزين. عطاتو لوجهو. خونا شد نيفو من قوة الضربة مع هز راسو فيها صابها جايه ببونيه اخرى لوجهه. المهم بقات تعطيه تقال لها البطل درك قتلي. شدها البطل من يدها وخوتنا الاخرين البنت والدري جروا صاحبهم، ولكن خوتنا ما كانتش في الوعي تاعها. ضربات البطل وزادت عطاش لذاك الشنكار بونيه اخرى لوجهه. الدريه الاخرى شداتها وقالت لها زكايه المسطيه، ولكن خوتنا عطاتها بتصرفيقه بقوه التصرفيقه. خوتنا طاحت ولكن تلاحت حتى طرف تاع الزاجه اللي تلاحت من الشنكار. رجعوا لختنا اللي جاعره دارت وبغات تكمل عليه على الشنكار. يعني جات الاخرى شداتها من كتفها وكانت هازه ديك الزاجه الماضيه وخشاتها فيها، ولكن لحسن الحظ جات ليها غير في يدها. اختنا ما عطلاتهاش، قجاتها واحد القجه خطيره، ولكن وهي قاجها اختنا تنشوفوها تتخيل حاجه اخرى، شي حد اخر، وهي تبدا الصوره وكانت اختها وقالت ليها واش غادي تقتليني. مباشره لقاتها اختنا الاخرى كانت غتموت اللي كانت قاجها. شدات في راسها بحال تتقاوم في شي حاجه، ولكن اختنا ما تسرعش ليها وتلاحت عليها حتى البطله سخفات. والاخرى قالت للدري اللي معاها دي داك خونا وسير. جا صوت من وراها تاع البطل قال لها فين غاديين، واش ما كتعيشوش في الغرفه رقم 202؟ بغيت غير نعرف شكون نتوما. سكتات واحد شويه قالت لي نصيحه ما تورطش مع الناس اللي هنايا اللي عايشين هنايا، حنا غادي نعرفوا باللي هي عارفه شي حاجه اللي ما عارفاش البطل. خونا بغى يتبعهم ولكن عاود تلاح وبقى تيعيط وتيقول لها قولي لنا شنو طاري هنايا. فجاه بان فلاش باك تاع وحده في دوك التوأم وهي تتشوف شي خونا شاد اختنا من عنقها. جات عند داك الشخص وقالت لي تنعتذر بابا، حنا غادي نعرفوا باللي الشخص اللي ما كناش عارفين شكون هو باهم. قالت ما نعاودش. جاوبها وليت كطيروا فين خليتكم تعيشوا في الدار، وهز الموس في يده بغى يضرب الاخت والاخت تتقول لا 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 بابا لا، وفاقت من الحلم. دارت لقات البطل وناضت بغات تضربه. قال لها تهدني راه غير انا، وتهدنات وقالت في خاطرها صدمه كنور باللي تجاوزت الصدمه اللي قطع البطل بواش انتي بخير. بنتي ليا كئيبه بزاف، هي صدراتو باللي ما كاين والو كيلاش تقلق. قول لي فين مشاو دوك خوتنا. البطل جاوبها باللي كنت غادي تابع التراس تاع الدم ولكن بسبب الشتا اختفاو، خاصنا ضروري نعيطوا للبوليس. فاجاتو باللي بلا ما تعيط ليهم. البطل استغرب علاش ما نعيطوش ليهم. عطاتو حجه باللي الا قلتيها ليهم غادي تغير. مثلا في المره اللي فاتت جاهلوا تراس تاع الرجلين اللي تيديو الغرفه اللي ملاصقه مع الشقه تاع اختي، داكشي علاش واخا تقولها ليهم ما غادي يتغير والو، غادي تكون حتى فائده. البطل قال لها واخا هكاك واش بغيتينا نبقى جالسين وما نديروا والو. فكرات في كلامه وقالت لي علاش ما نشدوهمش انا وياك. قال انا وياك تدوخي عليا. قالت لي داك خونا صلاح كان كيسحابني اختي التوأم تاعي، وباللي جيت من السبيطار حتى الا بقيت في الدار تاع اختي في ايامات غادي يشدني حتى واحد، سوا باش يسكتني او لا باش يخلصني. هاد خوتنا غادي يرجعوا 100% باش يقلبوا عليا. البطل جاوبها وهو خايف ماشي غادي تكون مشكله يعني قانونيا. قالت لي ربما ما عارفاش انا قانونيا، ولكن خلينا نتقلقوا على القانون حتى من بعد حتى نشدو من بعد. انت عارف وانا عارف باللي ما خاصناش نخليهم هاربين. قال في خاطرو باللي عنده الحق، البوليس ما غيدير والو، وتا القضيه تاع صاحبي صنفوها كقضيه هروب وصافي. الا بغيت نصيب صاحبي خاصني نصيب ديك خوتنا. وخرج من التفكير تاعو وقال لها عندك الحق خلينا نخدموا مع بعضياتنا، انا غادي نحس بالراحه الا كنت انت زعما. اختنا حطات يدها عليه وقالت ليه باللي خديتي القرار الصحيح، ولكن قبل هادشي خاصنا نديروا واحد الحاجه اللي هي خاصك تعاوني تنضيف في الغربه تاع اختي يدي مهرسه. راك عارف في نفس اللحظه غنشوفوا شي حد يغسل يدو من دم، وغادي تكون يد تاع اختنا تاع قبيله تغسل يدها حيك جرحات من ديك الزجاجه اللي كانت هازه وكانت كتألم. اللي مع هذاك الولد تيقول لها يلا نمشيو للسبيطار. ردت عليه وهي معصبه واش كتسحابني حيك ما مشيتش حيك بغيت. ترك عارف باللي ما قادراش نسير. وفاش ادخل العجوز وهو كيشوف وما تنعرفوش اش وقع حيك اللقطه دازت لواحد خونا تيغوت تيقول خلينا نركزوا يلا كلكم ركزوا، الا ما ركزتوش غادي توقع عليكم شي حادثه فين غادي نكونوا تنتمثلوا. راه الاجسام تاعنا هي الكنز تاعنا. شي واحد من وراه عيط عليه والمخرج
المخرج طلع عنده قال لي ياك عيط لك شحال هادي علاش يلا جاي. رد عليه تنعتذر الزعيم ديالنا المخرج قال لي ياك سمعتي طرا ليون هيون. المهم واحد المعلومه ليون هيون هي الاخت توأم اللي مع البطل. هذا دليل اخر سمعت باللي طاحت من فوق بيكالا. قال لي المخرج داكشي علاش عيطت عليك حيت انا مقلق عليها من ناحيه الحاله العقليه تاعها حيت اول مره في حياتي نشوفها تتبكي كانت تبان حزينه بزاف. حاولت نسولها على شنو طاري ولكن ما جاوباتش. بصفتي الرئيس تاعها خاصني نعرف المشكل تاعها. داكشي علاش بغيتك تحاول تهضر معها. انت راك عارف باللي انت هو الشخص الوحيد اللي تتهضر معاه. ماشي مشكل الا ما قالتش ليا ولكن الا كان عندها شي مشكل بغيتك تحاول تخليها تهضر حيت هذا الفيلم فرصه كبيره ليها. في نفس الوقت غنشوفوا البطل عيان وتيتنهد وجا موراه شي حد تنلقاو داك خونا العجوز قال لي واش تخرج الزبل بحاشاكم. وزاد من الضروريات تخرج الزبل كل مره في الصيف. ما تقلقش على هذا الشيء حيت وصلتي في المره اللي فاتت حتى البوليس بسبب الريحه وانت اصلا ما منظفش بيتك. الا طرات شي حاجه في المستقبل عيط لي انا الاول. بقيلاش تسعش الشرطه كنا كيسحب هاد الزبل تاع بيت البطل يعني. وبان لي انا بحال تيهدد في البطل بطريقه غير مباشره. المهم تيجا البطل للغرفه اللي تنظف فيها هو اختنا تاع اخت البطله وقال لها باللي ساليت. دارت وقالت لي تسارح شويه بعد ما نساليو ونديروا شي حاجه ناكلوها. قال لها صافي وسولها شكون تظني هادوك حيت خرجوا من غرفه رقم 202. عاوتاني وديك البنت اللي فتحات الباب تاع اختك حتى هي كانت بطله. جاوباتو باللي واش هي داك البنت اللي قلتي لي هربات. البطل قال لها بعد ما شافت القطه ميته جرات بالزربه وهربات الغرفه رقم 202. بطله ردت عليه داكشي علاش ما تلاقيناش انا وياها. اللي ما فاهم والو الرجال الجزء الاول غادي يعرف علاش تيهضروا. المهم وتفكرات داك خونا اللي خرج عندهم وقالت باللي داك خونا كذب علينا وتدار كانوا فيها بزاف تاع السبابه. قطع البطل يقدر يكونوا تيعيشوا هنايا بلا ما يعرف مول الدار حيت ديك اختنا تقدر تفتح القفال. داكشي علاش يقدروا ينتقلوا لشي غرفه خاويه الا بغاو. تنظن باللي هما عائله هاربين. هادشي تيفسر التصرفات تاعهم. البطله جاوبات باستغراب عائله هاربه. اكد لي البطل باللي فين تيتجمعوا الاطفال مع بعضياتهم تيوليو عائله وحده. تفكري كيفاش داك الدري كان تيعامل داك الراجل الصلاح وتعيط عليه بابا. شفت هادشي في الانترنت باللي الاطفال اللي هاربين تيعيطوا لبعضياتهم بحال هكذا. الزعيم تاعهم تعيطوا ليه بابا اولا ماما. وقال في خاطرو ربما صاحبي هرب بحالهم. وقال المهم هذا هو الاستنتاج اللي توصل ليه. تعيب للاطفال الصغار يلقاو بيت. داكشي علاش كانوا تعيشوا متخبيه في غرفه اللي خاويه. داكشي علاش كانت تتفادى تعيط على البوليس او لا مول الدار. قاطعته البطله وقالت ليه وقف عند حدك وما تبقاش تهضر ليا بدون منطق. الا ساليتي من الراحه يمكن لك تسير. البطل جاوب باستغراب نسير ولكن قلتي لي غادي نشري لك الماكله. ومقات عليه باللي الراحه اللي هي اهم. خذ دوش ونعس. البطل ما تاكش معاه وقال لها ولكن انا جيعان ودفعته وزادت غادي نشري غدا ليك ودفعته برا الدار وشكراته. البطل بقى مصدوم ما عرفش طاري. تندوزو عندها وتنعرفوا علاش دارت هكذا البطل حيت كانت معصبه وما بغاتش تسمع داك الكلام. دورات راسها وشافت شي كرتونه تاع السمتع الفيران وتفكرات راسها فين كانت صغيره والكلب تاعها تيموت. وقالت من سابع المستحيلات تولي بحال داك خونا اللي كانت تكرهو بزاف. المهم شافت التليفون ميساج تيقول السلام انا البوليسي تاي هيون عندي ليك واحد الاسئله بغيت نسولهم لي على اختك واش ممكن تعطيني شويه من وقت. جاوباتو بعد تفكير باللي تنعتذر انا مشغوله دابا مع فكات الباب باش تجيب شي حاجه لوازم. لقات البوليسي قدام الباب قال لها يا قلتي لي بلي راك مشغوله علاش انت هنايا. اختنا تصيدت قالت في نفسها شنو غادي ندير دابا ما خاصوش يشدني واش نمثل عليه بلي انا اختي. واخ يلا نحاولوا. قالت ليه شكون انت. يوهيون هي اختي. البوليسي مستغرب عاودت سولاتو واش تتعرفها. بدا شي خنزر فيها. اختنا توترات وعرفها باللي هي تتمثل المهم اختنا تزنقات بالحشمه وقال لها يلا نسيروا لبلاصه اخرى باش نهضروا. مشاو القهوه. بدا البوليسي في الهضره انت تقولي باللي مثلتي باللي انت هي اختك. جاوباتو وزاد واش ممكن تقولي لي علاش. عرضت ليه واش عقلتي فين دويت ليك على الغرفه رقم 202. البوليسي جاوب باللي عاقل. قلتي لي باللي كاينين شي وحدين عايشين فيها ولكن فين قلبناها ما لقينا والو كانت خاويه. صدماتو باللي تلاقيت بداك الدري عاوتاني كانوا معاه ناس اخرين كانوا تيضربوا في بطننا. جاوب في خاطرو باينه ما كتكذبش. تنشم بزاف تاع الريحات اللي ما مزياناش ولكن ما كايناش فيها الريحه تاع الكذوب. اللي ما فهمش اش طاري هنايا هاد البوليسي تيقدر يعرف الواحد غير من ريحته واش يكذب او لا او لا قتال او لا خايب. المهم غير من ريحته كيعرف كلشي. المهم الرجل قصتنا زاد باللي فين دخلت الدار كانت خاويه كاين فيها تدرة تاع الغبار يعني دغبره. زادت البطل على كلامها باللي ديك المجموعه تاع الناس كان واحد خونا كيسحابني انا هي اختي. بغيت نتلاقى مع داك خونا عاوتاني باش نجيب منه المعلومات. الا مثلت باللي انا هي اختي غادي يجي يقلب عليا. جاوب البوليسي بشك
واش كاينه شي حاجه تضمن باللي غادي يبان تاني؟ ردت عليه باللي فقدت الاعصاب ديالي وعطيته طريحه د العصا. كان معصب داكشي علاش تنظن باللي غادي يرجع باش ينتقم. عاود جاوبها باللي هادشي اللي كديريه خطير الا كنتي غادي ديريه بوحدك، وشنو الا طرات لك شي حاجه؟ وقالت في خاطرها ما نقدرش نقول ليه باللي عطيته طريحه تاع العصا. المهم سولها مال يدك شنو طرا ليها؟ من زهرك زوين ما اداوكش دوك خوتنا. وزاد على هضرتو الا بقيتي تتصرفي بوحدك تقدري تحبسي طريق تاع تصيبي اختك وتقدري تعرضي راسك للخطر. الا طرات شي حاجه في المستقبل قولها ليا. صدماتو الاخت شنو الا قلتها لي؟ واش غتغير شي حاجه؟ راه قلت لك باللي شي ناس تعيشوا في غرفه 202 ولكن نتوما ما سمعتوش ليا. والبارح عاوتاني تنقول لك باللي واحد خوتنا تيدخلوا يخرجوا من غرفه رقم 202 وضربوا البطل تاعنا وهربوا وهرسوا الدجاج وهددوني بيه. جاوبها باللي الا هادشي طرا بصح هذا سبب اضافي باش وصون التليفون تاع البطاله. اعتذرت ليه وشاف شكون تيصوني شي حد تعرفو. طفات عليه وقال لها البوليسي يمكن لك تجاوبي ماشي مشكل. ردت عليه ماشي مشكل، ماشي شي واحد بغيت نهضر معاه. زيد نكملوا مع بغاو يهضروا زاد صون تاني عليهم. طفات تاني وقالت بغيت نقول وصونه تاني. المهم ومشات تجاوبو. البوليسي بدا يفكر في الكلام اللي قالت الناس اللي في الغرفه رقم 202. انا متاكد 100% باللي كانت خاويه والدريه باينه ما تكتبش حتى واحد ما كان فيتيقها من غيري. تنسيرو البطله وهي تتجاوب على خونا. دار بيناتهم حوار سريع تنعرفوا باللي خونا هو داك خونا اللي كلفو المخرج باش يعرف مالها باش يشوف حالها. المهم رجعات عند بوليسي وقالت لي فين كنا. بوليسي رد عليها باللي فكرت في البلان ربما عندك الحق، راه قلت لك من قبل انا عندي شكوك. المهم بقاو هادرين وصدماتو باللي عندها شي حاجه اخرى بغات تقولها لي وبدات تعاود لي قبل 15 عام كانوا هي واختها تيعاودوا في التلفازه حيت كانت خاسره وكانوا تيعاودوها تخبيه على ماماهم ولكن شتاتهم وبدات توبخ فيهم وقالت لهم هزوا كتوبتكم. قال ليها واش يمكن ماما نهزوا كتوبتنا بعد ما نوكلوا بونغ جو. بونغ جو هو الكلب تاعهم ابتسمات الام تاعهم يعني قبلات. المهم داو لي الماكله كلشي كان زوين كانوا كلشي فرحان الكلب فرحان عائلتهم فرحانين. شويه دخل باهم وبدا تينبح الكلب خلع الدريات وتنلقاو تينبح على خونا الاب تاعهم. فكانت عارفه الناس يجيب فلوس وكان كل مره كيجي للدار تتولي كئيب. وبونغ جو تيكرهو حك في كان صغير قتل ليه امو حك ما كتسمعش ليه. حتى حنا كرهناه ماشي حك دار لنا شي حاجه ولكن حك ما عطيناش الاهتمام. وخا هكاك كان هو وماما ديما مضاربين فين ما تضاربوا تندي اختي وكنسيروا لبرا تلعبوا مع بونغ جو. ديما ماما تاعنا تتعيط لينا فين تنكونوا تلعبوا ولكن داك النهار كان مختلف. ضربات الشمس وخا هكاك جا الليل مامانا ما عيطاش لينا. في الاخير جينا للدار بوحدنا. دخلنا للدار بحال ما كان حتى واحد في الدار. ضو مطفي فين طلينا من الباب لقينا بابانا مريح وناض وقال لهم فين كنتو قاعد الوقت. قالت لي فين هي مامانا؟ قال لهم ماماكم ما غترجعش للدار حيت مشات بعيد. وخا كنا صغار فهمنا باللي يكذب حيت داك النهار مامانا ما خرجاتش من الدار اصلا. المهم هنا غيسالي الجزء الثاني. الا باغي الجزء الثالث يقولها لي في كومونتيرات. وشكرا للمشاهده والسلام عليكم.